مباراة كبيرة جدا النهارده بين الاهلي وسيراميكا. مباراة كبيرة من الفريقين مش من فريق واحد، ودي طبعا يعني من الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها في الدوري، ان تنزل تلاقي فريق بيضغط عليك في بداية الماتش، بيضغط عليك باربعة. اول نص ساعة سيراميكا عمل ماتش كويس. بالظبط انا شايف نقطة، يعني نقطة الفيصل لرجوع الاهلي في الشوط الاولاني كانت الكرة اللي الشناوي صدها قبل ما يطلع طبعا وينزل مكانه مصطفى شوبير، فاتمنى له السلامة طبعا. عجبني قوي النهارده سيراميكا في حته ان هو ما بالغش في تقدير الاهلي زياده، لعب كورته كويسه. طبعا ايمن الرباطي من المدربين الكويسين جدا اللي احنا متعودين عليهم كده، والسنه اللي فاتت برضه كان معصوم بنفس الطريقه. النهارده برضه كان في يعني مشاكل في تشكيل الاهلي الى حد ما بالنسبه لي. في حته النهارده طاهر، تمام. انا مش هبالغ واقول ان طاهر النهارده انت كنت اسوء لاعب في الماتش، مع ان انا من وجهه نظري فعلا انت كنت اسوء لاعب النهارده في الاهلي. بس حته انت مش مهاجم، طبعا مش ماليش علاقه بيه، ليها علاقه بكولر. ماشي النهارده انا ممكن افهم انت ما لعبتش كهربا عشان تريحه كاس العالم ومش عارف ايه، ولسه عندك يعني في ضغط اكتر من كده، بس او شايله الماتش النهائي. لكن انت النهارده طاهر ليه؟ طاهر اساسا الناس اللي متابعاه طاهر سريع، الورك ريت بتاعه عالي جدا، بيضغط كل حاجه تمام، بس مش مهاجم. يعني هو كوينج اعديها، لكن تلعب مهاجم جيلك فرص، تلعب ماتش مفيش تعادل، مفيش وقت اضافي، 90 دقيقه وبس، وفعلا كنت هتوصل بلنتين في الاخر. طب ليه طاهر؟ ليه انت حطيت نفسك في حته انت يعني قفلت الماتش على الاهلي وقفلت الماتش على طاهر ذات نفسه اللي هو اصلا محتاج ثقه؟ يعني انت لو كنت نزلت وينج وكنت لعبت تاو راس حربه ماشي، لو كنت ريحته خالص ولعبت تاو يمين، تاو راس حربه وحسين الشحات ماشي، لكن تاو كهربا اسمه ايه ده طاهر اساسي. كنت شايف النهارده صعبه جدا النهارده، يعني ما كانتش كويسه. عكس كريم فؤاد انا بس مشكلتي معاه في حاجه واحده. كريم فؤاد على فكره من اللعيبه الكويسه جدا، واللعيبه اللي حرفيا بتلعب بالتيشيرت بجد، واللعيبه اللي بتموت نفسها في الملعب، واللعيبه الرجاله. بس مشكلتي معاه الفينش الاخير، ودي برضه انا التمست له في العصر ان هو اساسا باك يمين، هو يعني كان بيلعب في انبي باك يمين وباك شمال، فانت جبته بتلعب وينج ماشي كويس. بس المشكله ان هو ايه النهارده؟ اكتر لاعب اتحط في مواقف يسجل فيها جوان هو كريم فؤاد. فالنهارده كان ظاهر للناس ان هو في الفينش، طبعا الفينش كان وحش جدا، وحش جدا بتاع كريم فؤاد، لكن هو كحركيه وكتحريك لعب وكقوه في الاهلي لا هو كويس جدا، تمام. وبرده حسيت ان النهارده مفيش تجانس بين الثلاثه اللي قدام. يعني احنا لو حسبنا الثلاثي بتاع طاهر كريم فؤاد تاو هتلاقيهم اول مره يلعبوا، فكنت تلاقي كده كور ياما في التلت اللي قدام، في لخبطه بين اللعيبه، انت مش فاهم مين اللي هيلعبها، انت مش فاهم مين اللي بيلعب لمين، انت مش فاهم تاو هو اللي بيعمل اسيست ولا تاو هو اللي هيفنش. والنهارده مثلا امام عاشور كان حلو جدا، حلو جدا في الشوط الثاني. الشوط الاولاني يعني كان الى حد ما على فكره سيراميكا كان ماسك نفسه كويس، والشوط الثاني على فكره سيراميكا نزل لاعب كويس جدا جدا، احسن من الشوط الاولاني كمان. في حته ايه؟ الشوط الاولاني هو كان ضاغط كويس جدا، الشوط الثاني هو كان بيلعب بفاعليه. واول كره اللي جت في العارضه دي برضو الناس لو تركز فيها، هو الجون اللي دخل فيك في ماتش فلومينينسي، هو الجون اللي دخل فيك من البلانتي في ماتش اوراوا، هي الكره اللي بتتلعب في ظهر الدفاع ويطلع واحد يسندها للي جاي ويشوط. هي دي الحته اللي لازم الاهلي يشتغل عليها. وبشوفها برضو هي حته، يعني اولا هي بتترمى في ظهر الباك بتاعك، وانت عارف ان الباكين بتوعك مش احسن باكين دفاعيين، تمام. رغم النهارده هاني على فكره كان ماتش كويس جدا، معلول يعني الى حد ما ماتش كويس. طبعا يعني معلول السن برضو وكمان مع البدني. الفكره بتاعت ان الكره بتطلع في ظهرك، يطلع المهاجم يسندها، واحد يدخل يقابل يشوط. الحته دي احنا لازم نشتغل عليها في حته المساك اللي بيطلع الكوره العاليه، والديفندر اللي بينزل يسقط عشان ياخد الريباوند بتاع الكوره. لكن انت فكره ان الكوره دي تالت مره تتعاد في تالت ماتش يتلعب، فدي لازم برضو ايه ناخد بالنا منها. والنهارده برضو حته السوليه عجبتني جدا. السوليه النهارده مش هقول كان رائع، بس ما حسيتش بفرق، يعني ما حسيتش ان اداء الفريق هبط مثلا. السوليه لسه راجع من الاصابه، لا السوليه كان حلو جدا النهارده. والاهلي برضو الى حد ما مقارنه بالسيراميكا مريح بقاله 10 ايام وعامل 11 يوم وعامل معسكر في الامارات، والاهلي اللي جاي بقاله 4 ايام او 3 ايام بيلعب مباراه، وكان بيلعب مباراه في ليفل عاليه واحتكاكات صعبه جدا يعني. فبرضو دي كانت تلتمس فيها العذر للاهلي. النهارده بقى الشوط الثاني، يعني الشوط الاولاني كنت شايف امام عاشور عادي جدا، الشوط الثاني امام عاشور هو ده فعلا اللاعب اللي انت ناقصك في نص الملعب، هو دي القطعه اللي انت ناقصاك في نص الملعب. اللاعب اللي بيقدر يتحرك، اللاعب اللي عنده الفرديه، اللاعب اللي يقدر يعمل لينك مع الباك ولينك في نص الملعب، واللاعب اللي بيشوط واللاعب اللي بيتحرك، هو ده اللاعب اللي انا مستنيه.
احنا طول عمرنا متعودين في الاهلي خط النص بتاعنا مش بيبقى فيه الاسهامات الهجوميه العاليه جدا، اللي هو انت مثلا مستني اللاعب ده هيجيب جون. لا، انت طول عمرك خط النص بتاعك كويس جدا لكن مش ممتاز. ده اللاعب اللي اقدر اقول لك نقل خط نص الاهلي في حته تانيه. في حته ايه؟ حته اللي انا حاسس ان هو بيلعب كانه بيلعب سنتين ثلاثه في الاهلي، لينك مع اي لاعب في الملعب. الكوره اللي عملها في الاخر، او خلي بالكوا برضو الناس في البدايه حكمت على امام ان هو مش كويس او حاجه بسبب الحته البدنيه، امام ما كانش فيها كويس. حاليا امام بدا يرجع البدني بتاعه، السبرنت اللي ضرب في 93 ده وانت لاعب 90 دقيقه، مش مفيش لاعب هيعمله غير لو لاعب شغال على نفسه. مفيش واحد هيبقى قاعد كده في البيت هيجي يعمل سبرنت زي ده. فالنهارده امام عاشور هو نجم المباراه، وكريم فؤاد لو شلت الفينش على جنب اللي هو كان بيعمله هو كان كويس جدا. طبعا يعني موديس نزل، وكان مين تاني كان نزل؟ كان رامي ربيعه. على فكره ياسر ابراهيم النهارده كان كويس جدا جدا وعجبني. هو طبعا يعني هو بروفايل مختلف عن محمد عبد المنعم، بس كل واحد فيهم في البروفايل بتاعه انا بشوف ان هما الاثنين بيكملوا بعض. في حته واحد بيخرج الكوره، وفي واحد ياسر ابراهيم بيبقى كويس جدا في المان تو مان مع المهاجم كمان الطويل وبيعرف يتحرك معاه. النهارده احمد ياسر ابراهيم برده انت ما حسيتش بيه. جين ايبوكا على فكره كان نايم على ياسر ابراهيم برده كان نفس الاداء، مع ان رامي ربيعه برده قفل كويس عليه. امام عاشور نجم المباراه بالنسبه لي. كريم فؤاد لو شلنا الفيل زي ما قلت من احسن برده، من احسن اداءاته النهارده، يعني اللي هو لاعب كويس برده. مش عايزين ننسى حته رباط صليبي. وان شاء الله باذن الله التوفيق الاهلي قدام فيوتشر، يعني هيبقى ماتش صعب النهارده كمان. يعني فيوتشر مش من الفرق اللي هي كل يوم هتبقى في نهائي، فالمباراه هتبقى صعبه لان الفريق عارف ان دي فرصه وانت بتلعب الاهلي. خلي بالكم النهارده فيوتشر من السكوادات العاليه جدا. النهارده برده انت لو تركز سيراميكا، بص اللعيبه اللي بتنزل من على الدكه، انت مش لعيبه بتنزل تكمله سكواد، لا لعيبه بتنزل ليها فرق. جون ايبوكا نازل من على الدكه واحمد ياسر رايح في الملعب، فلازم برده حته التركيز على فيوتشر دي. التركيز على فيوتشر اهم حاجه. الماتش الجاي الماتش مش سهل، الماتش هيبقى صعب، واتمنى باذن الله التوفيق للنادي الاهلي ويقدر يحقق البطوله دي.